دلوقتي معانا ديت نتاية، ومعانا الإبرة بتاعت أخونا هاني اللي جايبها من السعودية. هي المفروض إن هي صناعة ألماني، وفعلا عليها ختم بصناعة ألماني. وهنبدأ نجرب كده ونشوف اللفة بتاعتها ايه. هنثبتها. شايفين دلوقتي هلف الدائري عكس عقارب الساعة. اللفة طبعا واضحة، وإيدي أنا ثابتة. هرجع أثبت تاني ونشوف الحركة. طبعا كررنا ونفس الحركة اتكررت تاني. هنسيب الإبرة ديت وهنجرب إبرة تانية اللي هي عملها أخونا أحمد سليم. خدنا بالنا من الحركة. هنثبت تاني برضو ونبدأ نشوف الحركة من جديد. طبعا واضحة كده معانا. كده دي بتدل ان يعني ان دي نتاية. نسيبها وهناخد نجرب مع ذكر تاني، وهنشوفه دلوقتي الذكر هيكون الوضع ايه والحركة شكلها ايه. هنجرب نفس الموضوع الإبرة الألماني. هنثبتها كده على قد ما نقدر وهنشوف الحركة. وضحت معانا الحركة. اختلف الذكر عن النتاية. هنثبتها تاني ونشوف الحركة. هنسيب الإبرة دي وناخد الإبرة اللي صنعها أخونا أحمد سليم وهنشوف حركتها. نفس الأمر. هنثبتها برضو تاني ونشوف الحركة هتتحرك ازاي. واضحة قدامنا. هنجرب مع أكتر من طائر، حتى هنجرب مع بورسناتا موجودة معايا ونشوف النتيجة الوضع بتاعها ايه. ده جوز شغال. واخدين من الجورج شغالين عنده ومحددين ذكر وانتاية. اللي في ايدي دي انتاية، وهنجرب اول حاجة بالإبرة بتاعت اخونا احمد سليم. واخدين بالنا اللفة بتاعتها كبرت اوي. هنجرب بالإبرة التانية بتاعت اخونا هاني. دي نتاية شغالة عند أستاذ جورج، يمكن بقالها حوالي سنتين. ده طبعا ذكرها، وهنشوف الوضع ايه مع الإبرة. ثبتنا الإبرة. الحركة باينة وواضحة أوي.
دي ابرة اخونا هاني، ودي ابرة اخونا احمد سليم، وهنشوف الوضع ايه. نفس الامر، مفيش اي اختلاف. هنثبتها. طبعا وضحت قدامنا الحركة ازاي، حتى غير حركة رعشة الايد. وكده واضح قدامنا الدكر من النتاية.